والله انا اخلي كل الناس تذكر اسمي بس لو اتحالف مع ابليس. هددتني بالقتل، وانت مولاي علي ما وقفتها، ولا اي شخص من عندكم لا ديني يدعي التعايش. خلي تفتح البلوك عني واشوفكم المحادثه اللي بيني وبينها، اللي هي اساسا اجت وقالت لي انه الاسكندر يتعامل مع فابيولا بموضوع تجاره مخدرات. الاسكندر يتعامل مع فابيولا بموضوع تجاره مخدرات. هي نفسها اللي قالت لي، واللي طتني سكرينات يخص موضوع امل، وقالت لي ابتعد عن هذا المستنقع لان احتمال راح توقع بمشاكل واحتمال تتعرض للقتل، وقالت لي ابتعد عن هذا المستنقع لان احتمال راح توقع بمشاكل واحتمال تتعرض للقتل. هي نفسها اللي تهددني الحين. اتحداها تفتح البلوك. اللي قبل شوي اللي انت قاعد تعرص لها وجاي تساعدها انه تحرض الناس على قتلي، انه تحرض الناس على قتلي. زين مولاي علي انت مو لا ديني وتدعي بالتعايش، على اي اساس تخلي تروح للحشد الشعبي تقول لهم هذا الشخص لا ديني روحوا قتلوه؟ زين مولاي علي انت مو لا ديني وتدعي بالتعايش، على اي اساس تخلي تروح للحشد الشعبي تقول لهم هذا الشخص لا ديني روحوا قتلوه؟ مو انت لا ديني؟ لو اني غلطان يعني انت ضدنا وضد مستر احمد. انا ما لي علاقه بمستر احمد على فكره، مستر احمد خليه يقول اللي يقوله، انا طبعا ضد فكره